ذوي المراتب العلية. فكان محمد للأولين مبدأ وللآخرين ختام. فدائما صلوا على خير الأنام، فدائما صلوا على خير الأنام. كل من صلى عليه لا يضام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولى بما التزم، طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات. رمضان مجال الصلوات، تسمو بالنفس لمولاها. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولى بما التزم، طوبى للنفس بتقوى. وصلاة الله على طه وخير الخلق وأحلاها. وصلاة الله على طه وخير الخلق وأحلاها. أبي بكر بخلافته قد زال الأرض وحلاها. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولى بما التزم، طوبى للنفس بتقوى. يا جمال يا جمال سيدنا النبي، يا جمال. يا جمال يا جمال سيدنا النبي، يا جمال. يحيي الطرف حبيبي لو ترى، يا جمال. كالسنين العاشق رمى، يا جمال. بني الطلعة فالمولى اصطفى، يا جمال. حبيب الله يا خير البرايا، يا جمال. يا جمال سيدنا النبي، يا جمال. يا جمال يا جمال
سيدنا النبي يا جماله وأجمل منك لم ترضت عين يا جماله وأكمل منك لم تلد النساء يا جماله خلقت مبرأ من كل عين يا جماله كأنك قد خلقت كما تشاء يا جماله يا جماله يا جماله
فزمزم سقياه محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا محمد رسول الله يا نور النبي يا نور النبي صلوا على النبي صلوا على النبي يا نور النبي يا نور النبي صلوا على النبي صلوا على النبي وصلته الله وبلغته
خير من وضعت في القاع أعظمهم فطاب بهن الطاع والأكل نفسي الفداء بروض أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصاحبك مني السلام مني السلام عليكم ما جرى القلم مني السلام عليكم جرى فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا في لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا الحبيب تفضلوا إذا سمحتوا. الشيخ رضوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم. نتوجه بالشكر إلى من أقام العشاء ومن يقيم هذا الحفل، حفل الذكر على أرواح شهداء آل الحاج علي وشهداء المخيم وشهداء فلسطين وكل الشهداء في الإسلام. أحبابنا، لا شك أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وكذلك هو شهر النصر والانتصار. فمعركة بدر وفتح مكة كل منهما كان في شهر رمضان، وكلنا يعلم أننا على خط النار لما يحصل في فلسطين الحبيبة. أحبابنا، التاريخ قد يعيد نفسه. في المرحلة الماضية تآمر علينا حكام العالم وخان حكام العرب، وأخرج الفلسطينيون من فلسطين
بشكل مزعج، وسموا الفلسطينيون في الشتات. فعلوا ذلك حتى لا تقوم قيامة لهذا الشعب ليستعيد فلسطين. لذلك عندما جاء وزير خارجية أمريكا كيسنجر إلى أكبر وأقوى رئيس وزراء صهيوني وهي جولدا مائير، قال لها: المارد نائم، يعني الشعب المسلم نائم، تيقظي حتى لا يستيقظ. فقالت له: محمد مات وخلف بنات. هذا القول قاله أيضا اللمبي عندما زار قبر صلاح الدين وركله برجله. فقالت له: عندما يموت الجيل الذي أخرجناه من فلسطين ستموت فلسطين، ستموت كلمة فلسطين، وتبقى فلسطين هي الكيان الصهيوني. فهل هذا حصل أم حصل عكس؟ رأينا الشباب في الضفة الغربية فيما سبق عندما قاوموا بأيديهم بالحجارة بالسكاكين بالداس حتى أقضوا مضاجع الكيان الصهيوني. إذن لو مات هؤلاء الذين خرجوا من فلسطين ستبقى قضية فلسطين. ورأينا ما حصل في غزة أيها الأحباب. تآمر علينا حكام العالم وخاننا حكام العرب، وكثير من الناس يقولون المقاومة الفلسطينية هي التي فعلت بكم القتل والتدمير. لكن نحن كفلسطينيين وكمسلمين نقول 7 أكتوبر هو الحجر الأساس في نعش هذا الكيان الصهيوني الغاصب. هذا 7 أكتوبر سيجرئ الكبير والصغير الضعيف والقوي على إزالة الكيان الصهيوني، وعلى أن الكيان الصهيوني هش، والذي يحميه هم الخونة من أبناء جلدتنا. لذلك أيها الأحبة نحيي أهلنا في فلسطين، نحيي المرابطين في المسجد الأقصى الذين يتعرضون للقتل والضرب، ونحيي الذين يضحون بأنفسهم للدخول إلى المسجد الأقصى، ونحيي أهلنا الصامدين في غزة رغم الجوع والخوف والقهر. ونقول في الختام: ستعود فلسطين إلى الحضن الفلسطيني العربي المسلم. نسأل الله تعالى النصر لأهلنا في فلسطين، في كل فلسطين. نسأل الله تعالى أن يمزق شمل يهود، وأن يزلزل الأرض تحت أقدامهم، وأن يجعلهم عبرة لمن يعتبر. نسأل الله تعالى أن يكون النصر للمجاهدين في سبيله. والسلام عليكم ورحمة الله.